يا مساء السعادة والسكر الزيادة، مساءكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة رجالك بطريقة كنافة سهلة وبسيطة. من نص كيلو هنعمل بصم حاجة حلوة قوي قوي، سهلة وبسيطة، ولو انت مبتدئة هتبقي محترفة فيها. بما ان في متابعة جميلة قوي طلبتها مني، كانت عايزة طريقة كنافة بطريقة سهلة، مفيش اسهل من اللي انا بقدمها لك النهاردة دي. طبعا هنا كان المقطع الاولاني اللي هو وانا بقطع الكنافه ده كان راح، مش مشكله انا هشرحه لكم. ده نص كيلو كنافه، حطيت عليه معلقتين سكر خشن مش بودر، لان اللي انا شفت ان السكر الخشن بيعمل تماسك للكنافه احسن من السكر البودر، ما تفرفتش منك وتبقى زي بتاع الحلواني بالظبط. طبعا هنا وحطيت عليه يعني النص كيلو، خد كوبايه سمنه بلدي على معلقتين زيت عشان يديكي قرمشه جميله للكنافه، والسمنه عشان تطرها لك كده ولو باتت معاكي وتديكي كمان لون جميل كده. الزيت بيدي لون حلو مع الكنافه. قلبت المكونات مع بعضها، والنص كيلو كنافه ده جاي لسه من عند بتاع الكنافه، يعني ما كانش في فريزر ولا حاجه، قطعته تقطيعات عاديه خالص. وهنا بوريكم ان انا كنت حطيت سكر يعني. ومسكت هنا بقى صينيه الكب كيك، دهنتها سمنه، دهنت كل العيون دي سمنه بالفرشه كده، وهتبتدي بقى تدخلي حبه الكنافه كده وتثبتي بايدك. الحشوه بتاعتنا النهارده، عايزه بقى تحشي كريمه احشي، عايزه تحشي سوداني وجوز هند زي ما انا عملت كده احشي. انا حشيت الاتنين بصراحه، كان عندي كريمه كدابه في قلب الفريزر في قلب التلاجة يعني، فانا حبيت اعمل نص بالسوداني ونص بالكريمه. طبعا هنا حطيت على الحشوه معلقه سمنه بلدي، وحطيت هنا معلقتين شربات. الشربات طبعا انا قايله على عمايله كذا فيديو، فسهل وبسيط، ورجع للفيديوهات اللي انا عامله فيها حلويات فتلاقيني بقول على طريقه الشربات. طبعا هنا حطيت بقى كريمه وحطيت الحشو. والله ما في اسهل من كده. بصوا شفتوا الشكل اللي انتوا شفتوه ده في اول الفيديو؟ بصوا تحفه، ومحدش يشك لحظه واحده ان انتي اللي عاملاه، كأنك شاريها من بره بالظبط. وشوفي دي بقى لو انت بتجيبي صينيه الكنافه دي من بره دلوقتي بتعمل قد ايه. عملنا بنص كيلو كنافه، شكلين مميزين تحفه. حطي اللايك بقى واشتركي في القناه انا عندي احباط والله العظيم، المشاهدات وحشه قوي قوي، انا مش متشافه، يعني انا مش متشافه. فده عامل لي احباط، بس انا والله دي الطبيعي بتاعي، انا بعمل حاجات انا بحبها، بس انا نفسي اتشاف، نفسي يبقى فيه تفاعل في القناه كده. فلو انت مشتركه عندي، التعليقات يا جماعه اهم شيء، واللايك. ولو انت مش مشتركه ومريتي على قناتي كده وشفتيها، يا ريت يعني تدعميني باشتراك وكلمه حلوه كده، كلمه صدقه، احنا في رمضان يعني، احنا كده في رمضان، عاوزاكم تتكلموا معايا كلمتين حلوين. اختكم محبطه ونفسيا تعبانه. طبعا هبتدي اثبت بقى هنا، وبعدين اقوم حاطه بقى حبه كنافه من فوق كده، وثبتي قوي عشان طبعا لما نيجي ننزلها من ال من الصينيه دي تنزل لك هتشوفيها دلوقتي. بس معلش اعذروني، انا طبعا دخلتها الفرن وما طلعت ساقطه شربات. التليفون اللي انا شغاله بيه ده مش زي تليفوني، انا تليفوني بايظ، فطبعا بقى يقطع وانا مفكره ان هو بيسجل وكده، فاعذروني، انا هشرح لكم على المقاطع اللي انتم مش هتشوفوها. طبعا هدخلها الفرن، هتدي وش، احطها على الشبكه اللي في النص، ولما تدي لون من تحت اقوم قايده لها الشوايه من فوق. وطبعا ساعه ما تطلع وهي سخنه كده هبتدي اقلبها في قلب الصينيه، صينيه تانية يعني، وبعدين هسقيها الشربات. اما تبرد خالص بقى هنزوقها بقى، خليكي معايا عشان نشوف التزويق بتاعنا. هنا طبعا في الوقت ده خلاص خلصت وثبتها كده، هنزل بقى عليها هنا ببقيه السمنه. نص كيلو ده خد معايا بالظبط كوبايه وربع سمنه بلدي على زيت، يعني حطيت معلقتين زيت بس عشان يدوا قرمشه كده للكنافه ويدوها لون ذهبي حلو، وفي نفس الوقت لو باتت معاكي تدي يعني قرمشه ما تطرش منك وكده. هبتدي اوزع بقى على العيون كلها كده، عشان اهم شيء في الحلويات الشرقيه السمنه البلدي، تاكلي طعم تحفه بقى. وبصي وتشرفك نص كيلو لو انت رايحه بقى لحد من حبايبك كده وشايلاها كده، بصوا والله العظيم علبه جميله كده او صينيه جميله، وودي بقى وانت متفشخره ومتقنعره صليتي بنا على النبي، ولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
هنا بقى كنت قاعده بثبتها كده بعد السمنه برضو عشان تبقى كلها غرقانه سمنه. والله العظيم وانا باكلها بعد الفطار حاسه كاني جايباها من عند الحلواني، يعني انا شكيت ان مش انا اللي عاملاها. وطريقه الكب كيك دي جميله قوي وموفره وشكلها شيك بصراحه، عن اللي هي الفناجين بقى ديت. يعني خلاص موضه قديمه بقى، خلينا بقى في العيون دي جميله لو عندك. كل واحده كده مستقله بنفسها، وفي نفس الوقت فيها الحشوه بتاعتها، ولا خرطنا ولا عملنا اي حاجه. اللي هياخد واحده كده يمسكها ياكلها معتبره ومليانه، يعني مش حته صغنونه، حته حلوه مظبوطه يعني. ولا قطعنا كنافه ولا عملنا حاجه، عملنا شكل جمالي كده. بصوا تحفه تحفه فنيه، والله انا ماسكاها بقول تحفه فنيه. هنا في الوقت ده بقى جبت الصينيه اللي فاض من الكنافه، قلت هنعمل بقى هنا ايه شكل الهلال. بما اننا في رمضان فلازم الهلال والنجم على طول. طبعا جبت الطاجن كده او اي بول عندك بقى مدوره، وابتدي وزعي عليها الكنافه، بس بعد ما تدهني الصينيه سمنه. وابتدي بقى اظبطي الهلال كده وانتي بتعمليها. الطريقه دي جميله وسهله برضو، اسهل من اللي انا عملتها كمان. انا عملت لك اهوت للمتابعه الجميله اللي هي تابعت وبعتت لي، انا عملت لك طريقتين بطريقه سهله وبسيطه. ولو انتي مش عايزه تدخليها الفرن ممكن تحمريها على الطاسه من فوق كده وتوزعيها وتحطي الحشوه وتحطي الرق التاني برضو، وهي هتبقى رسمتها جميله برضو في اي صينيه. بس بما اني بقى هنا هايد الفرن فانا عملت الاتنين ايه مع بعض، وقلت يعني ادخلهم الفرن. لو عاوزه اعملها لك مره تانية على الطاسه من فوق كده واوريكي برضو هتعمليها ازاي، اعملها لكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. رمضان لسه قاعد معانا، فالايام جايه كتير ان شاء الله، وربنا يدينا طولة العمر ونعمل حاجات حلوه كتير، ونعمل حاجات باشكال مختلفه وسهله. طبعا هتبتدي تظبطي بقى كده علشان تطلع متساويه معاكي بعد التسويه. وطبعا الكب كيك اللي انا عملت فيها برضو الكنافه اللي كانت الزيادات اللي على العيون من فوق مسحتها بمنديل عشان طبعا ما تديش لون او تتحروق في الفرن وكده. هنا بقى حطيت بقيه الحشوه، وهبتدي برضو كان باقي من الكريمه اللي هي كانت فايضه، باقي كام حته صغنونه كده، فانا قلت خلاص بالمره ايه اوزعهم يعني عشان ما نرميش حاجه. دي بقى مليتها بصهم سوداني بقى وحشوه يعني معتبره كده، تاخدي الخرطه تشرفك، جميله وسهله وبسيطه وسريعه في نفس الوقت. انا كنت بجهز هنا بقى، قلت يعني انا من الناس اللي بحب في رمضان اقوم اجهز الحلويات قبل الاكل، مش عارفه ليه ادمان عندي. ادمان عندي ان انا اقوم اجهز قبل الاكل. يعني في ناس تقول لا احنا نطبخ الاول وبعدين نبتدي نعمل الحلويات، لا انا من الناس اللي بحب زي الايام العاديه كده اقول لك ابتدي يومك بحاجه حلوه هيبقى يومك زي العسل. برضو في رمضان نفس النظام. خصله فيا من زمان يعني، ان انا احب اجهز نفسي واعمل الحاجه قبلها، يعني قبل الفطار بالذات في الحلويات. هنا ببتدي اظبط الهلال بقى عشان يطلع شكله هلال يعني. شايفين هنا بظبط بقى عشان ما يطلعش جنب رفيع وجنب ايه تخين. ببتدي ادخلها كده بالطاجن واظبطها. شايفين بذمتكم الجمال ده ما يستاهلش اللايك؟ ما يستاهلش انك تكتبي لي كلمه حلوه؟ ما يستاهلش ان انتي لو مش مشتركه عندي تشتركي عشان تتابعيني وتشجعيني؟ طبعا هنا بقى بدات احط بقيه السمنه، وهسيح برضو حبه صغيرين كده، هاخد معلقتين واعملهم برضو ده اللي انا بقول لكم بقى. يعني دول كانت كوبايه وعملت معلقتين معتبرين كده برضو، سيحتهم على النار وهكمل بقيه الكنافه. فايت حبه بقى صغننين كده اسيبهم ابدا، قلت لا والله مش هعينهم تاني في الفريزر. بما اني يعني مش عايزه اعين بقى كنافه وحاجات كده في الفريزر، فانا عاوزه كل حاجه تبقى مستقله بنفسها. فانا نص كيلو ما شاء الله فرط معايا. انا بقول انا شاكه ان ده نص كيلو بصراحه، انا شاكه ان هو ده نص كيلو. فهنا كان فايت حبه صغننين حطيتهم في قلب الفنجان كده. هبتدي بقى هنا اعمل برضو وانزلها، مش هتعرفي تنزليها بايدك كده، هي بدايه في قلب الصينيه هتنزل معاكي بكل سهوله. هعملهم 3 حلوين صغننين كده، بس مش حاشياهم اي حاجه بقى، يعني عاملاهم كده ساده. فانا قلت خلاص ايه استغليت يعني بدل ما يفيضوا ويترموا خساره، يعني الحاجه دلوقتي غاليه. فانا حبيت بقى اعمل الشكل الجمالي ده. وهنا عملت لهم سمنه بقى وبدات اسقيهم بيها. طريقه جميله سهله، يا ريت تكرروها وتعملوها، مش هتلاقي اسهل من كده، وهتعجب كل اللي حواليك. يعني لو حد شافها بصوا تحفه تحفه تحفه. والله يا جماعه انا عندي مواهب كتير، بس مين يقدر بس.
والله العظيم انا فكرت النهارده، كنت متنرفزه قلت والله اقفل القناه خلاص، انا هقفلها، انا متنرفزه. انا بعمل بس التصوير بيضايقني يعني التصوير. انت لو جربتي ان انت مثلا الفيديو يفصل منك ويرجع تعملي ويرجع يفصل وكده، انت نفسك بس وما فيش تفاعل كمان، فهتقولي لا خلاص انا هقفلها. هنا طبعا قلت بقى خلاص جبت كوبايه كريم شانتيه، حطيت عليها نص كوبايه لبن متلج، وحطيت معلقه سكر. ده كريم شانتيه خام يا جماعه، مش ما فيهوش سكر، فانا مش عايزاه برضو مسكر ولا حاجه عشان طبعا نظبط السكر بتاع الكنافه. بدات اقلبه الاول عشان لما اجي اعمله بالمضرب ما يعفرش كده ويتنطور وكده ويغرق الدنيا. وابتديت هنا اجيبه بقى بالمضرب، وهبتدي اخليه يتماسك يعني مع بعض. قلت بقى ازوق هنا، وكنت عايزه اعملها بالمانجا، بس بصراحه انا قلت لا، عايزين نغير بقى، ولا مانجا ولا بتاع، يا كفايه الحشوه اللي جوه، ونحط من بره كريم شانتيه كده. جبت القرطاس الحلواني او كيس حلواني وبالقمع بتاعه، وبدات اعمل. قلت لكم هنا الفيديو عندي كان بيفصل، يعني الكاميرا فصلت كتير لدرجه ان انا قلت والله مش هصور. يعني انا لقيت الوصفه انها تستاهل انها تتصور، وان انتوا ان انتوا تستفادوا يعني من الطريقه، ان الطريقه سهله، طريقه التشكيل بتاعتها سهله. هنا بقى كنا قبل الفطار، قلت خلاص ده انا عامله معاه روتين واكل، بس انا حبيت اوريه لكم كده لوحدها، يعني انها تستاهل ان انت تشوفيها. طبعا زوقتها بقى بالكريم شانتيه، التزويق ما فيهوش. اول ما طلعت سقيتها شربات وسبتها لما بردت خالص، وبقى تحطي عليها كريم شانتيه وهي سخنه، وابتدي حطي بقى الكريم شانتيه وهي ساقعه كده علشان طبعا ما يساحش. وحطيت هنا بقى اللي هو الفستق الكداب. شايفين التسويه تحفه، لونها جميل، طالعه بصوا ما شاء الله، جميله جميله. بصي لو انت شايلاها كده ورايحه في اي مكان تشرف كل اللي حواليك، هتشرفك يعني. طب انا ماسكاها هنا بعد الفطار بقول تحفه فنيه، والله العظيم بقول لاولادي طب ايه رايكم، انا مستخسره كلها. وناعمه بقى، وبصوا ودايبه من جوه ومقرمشه من بره، وكنت عامله فنجان قهوه خلاص، قاعده بقى بظبط دماغي وهاكل. كنا كلنا منها كام حته وكده، فانا كنت عايزه اجرب الهلال بقى واكل منها برضو بالمره. جميله. وبنتي بصوا واقفه تاخد، عجبت بصراحه ولادي، وجميله جميله والله العظيم. يا ريت تجربوها بالطريقه دي، والتشكيل سهل بتاعها صدقيني، وناعمه ودايبه، ومحدش هيشك ان انت اللي عاملاها. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف مليون سلامه. هتوحشوني.